طول الوقت ربنا بيبعت لنا رسائل مختلفة علشان يكلمنا بيها، وبتكون على أشكال مختلفة، يا إما عن طريق أحداث بتحصل في حياتنا، أو عن طريق أشخاص، أو عبر الكون. والرسائل الخفية ديت ممكن تكون موجودة في أحلامنا، رسائل ربانية. أحلامك بتدل على إن في ملفات مفتوحة عندك في دماغك. عالم النفس المعروف كارل يانج قال إن أحلامك رسائل تدفعك إلى فتح ملفاتك والعمل عليها. مثال: رؤيتك إنك دايما في امتحان ومش قادرة تجاوبي ومش عارفة تحلي، أو إن انتي في ايفنت معين وفي حاجة ناقصاكي أو انتي ناسية حاجة، دي معناها إن انتي حاسة إنك لسه مش جاهزة لتحمل تحدي معين، أو انتي لسه مش لاقية حل لمشكلة معينة. لو شفتي نفسك في الحلم بتهربي من كلب أو وحش، ده معناه إنك بتهربي من أذى إنسان أو أذى فكرة معينة. لو شفتي نفسك في الحلم قاعدة بتطيري، ده معناه إن انتي عندك قوة خيال قوية جدا وإبداع، منتظرة بس الأوامر بتاعتك علشان تبدأي تحققيها على أرض الواقع. لو شفتي نفسك في الحلم في حرب أو إعصار وانتصرتي، ده معناه إن انتي عندك قوة وشجاعة لحل مشكلة معينة. رؤيتك لنفسك في الحلم إنك بدون ملابس أمام الآخرين، ده معناه إن انتي مش حاسة بالأمان وعندك مشاعر ضعف. لو شفتي نفسك بتولدي أو شايفة حد قدامك بيولد، ده معناه إن هناك بدايات إيجابية في حياتك في مجالات مختلفة. خليلك صفحة يومية تكتبي فيها رسائل ربنا ليكي، سواء كلمات متكررة أو نصايح متكررة أو أرقام وأشكال بتشوفيها باستمرار، أو حتى رسائل في الشارع أو في الأفلام. وابدأي اقعدي ركزي مع نفسك، يا ترى ربنا بيبعت لي رسائل ايه عن طريق الحاجات أو الأحداث المتكررة اللي في حياتي.